الماتش كان في ايدك، انت ضيعته. انت كمدرب ضيعته، الفرقه ما ضيعتوش، انت كمدرب باختياراتك الغلط ضيعته. اهلا وسهلا بيكم، معاكم مصطفى احمد من كوره تتش. اول حاجه انا طبعا بعتذر جدا عن الحلقات اللي فاتت، كان عندي مشكله بس في المعدات، عشان كده ما قدرتش ان انا اعمل الحلقات اللي فاتت. بس ان شاء الله بعد كده كل الماتشات اللي هتتعمل ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعملها على طول، بعد ما الماتش يخلص هنحللها على طول. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي وباتشوكا في كاس الانتركونتيننتال. اول حاجه طبعا انا هبدا تشكيل الاهلي. في حراسه المرمى الشناوي، قدامه عمر كمال، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله. قدامهم في خط النص مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور. وقدامهم في خط الهجوم طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام ابو علي. بصراحه هو كولر يعني بدا التشكيله تشكيله صح، تمام، وقدر انه يقدم مباراه صح في حدود الامكانيات اللي معاه. من الناحيه ماسك نص الملعب، ومن ناحيه هجوميه كويسه جدا، قدر انه يضغط على الفرقه اللي قدامه كويس جدا، قدم مباراه كويسه. بس احنا هنا يعني عايزين برضو نتكلم على بعض الحاجات. وهي هو يعني كولر عمل جيم فني محترم، بس انت دلوقتي عندك مشكله انت اتكلمت عليها كتير قوي، وما زلت بتتكلم عليها بعد كل ماتش، ان انت عندك مشكله في ضياع الفرص. يعني انت كل شويه بتقول ان انت عندك مشكله في ضياع الفرص، وان الفرقه بتضيع كتير وبتوصل كتير وبتضيع. طيب تمام، انت كشخص عارف ده. للاسف انت ما صلحتوش خالص، يعني انت ما عملتش اي حاجه تصلح بيها ده. بالعكس، انت كل ماتش بنشوف نفس السيناريو. انت عامل بالظبط زي الشخص اللي عارف ان هو عيان بس ما بيتعالجش. يعني انا عيان بس ما بتعالجش، ما بعملش حاجه مفيده. طبعا انا عايز اتكلم على حد، وهو كهربا. للاسف انت يعني للاسف يا كولر انت السبب في الخساره، رغم ان انت عامل جيم فني محترم جدا، بس انت السبب في اللي احنا خسرنا. مش كفنيات، كعقليه بقى. يعني انت دلوقتي كان المفروض ان انت تجيب لعيبه من بره. كل لعيب اتعرض عليك في الصفقات القديمه، لا مش عايزه اصلا. انا عندي اسامه ابو علي، عندي كهربا، فانا مش محتاج مهاجمين غير مهاجمين اعلى. بص انا معاك ان اسامه ابو علي يعني صعب ان انت تعوضه بمهاجم اعلى منه، يعني عشان كنت صريح معاك، الاهلي كده كده دور كتير وما لقاش. فلو كان لقى حد يعني فيعني اظن ان كان الوحيد اللي كان نوعا ما بيعرف يلعب كويس جدا كان في المهاجم، وكان يقدر ينافس اسامه ابو علي، كان محمد شريف، وهو خرج خلاص. فاحنا عندنا مشكله دايما في الدوري المصري، وده واضح جدا حتى في منتخب مصر، بان احنا ما عندناش مهاجمين يعني في المنتخب تقال قوي، غير طبعا مصطفى محمد او الناس المحترفه يعني. فانت عندك المشكله دي كانت واضحه جدا، ومع ذلك برضو في لعيبه في الدوري المصري كويسين. فانت طبعا انك تدور على حد احسن من اسامه ابو علي هتبقى صعبه، يعني مش هتلاقيه. لكن انك تدور على حد احسن من كهربا ده هتلاقي كتير قوي بصراحه يعني. يعني اي حد في الدوري المصري كمهاجم بيلعب احسن من كهربا. انت منعت انك تجيب مهاجم علشان خاطر قلت انا عايز حد احسن من اسامه ابو علي، احسن من كهربا. بصراحه واي مهاجم في الدوري المصري احسن من كهربا، ومع ذلك انت ما جبتش مهاجمين، خرجت لعيبه من عندك وما جبتش حد يكفرهم. بتلعب في الانتر كونتيننتال ما عندكش دكه تقريبا، يعني ما عندكش دكه اتقل من اللي بيلعبوا، او ما عندكش حد يقدر يغير لك معطيات الماتش ما عدا بيرسي تاو. نزل بصراحه عمل ماتش كويس. كهربا نزل، يعني جات له كوره انفراد قدام الجون ضيعها بشكل غريب جدا. جينا على ضربات الجزاء، انت المفروض حاطط 5 في القايمه، هم بيشوطوا ضربات الجزاء على طول بيجيبوها. يعني ال5 دول ما جالوش قبل كده. فجيت في كوره مصيريه دخلت كهربا لسبب يعني غريب، وانت عارف ان الراجل بيضيع في الماتشات اصلا. دخلته شوط ضربه جزاء مهمه. كهربا هو داخل، مش عايز اقول ان انا لوحدي، يمكن 3/4 الناس الاهلاويه اللي انا سالتهم وهو داخل كان هم متوقعين انه يضيع. كهربا مش هيجيبها. فانت عملت الحركه دي مش عارف ليه، يعني تقريبا انت حبيت انك ترجع كهربا تاني لاجواء الماتشات، فانت نهيته خالص.
يعني انت للاسف نهيته خالص. انا عاذر كهربا، ممكن يكون عنده بعض المشاكل والضغوط اللي في حياته وربنا يقويه، بس انت لا اهلته نفسيا ولا جهزته الماتش زي ده. ولما خليته يلعب نزلته في وقت انت كنت محتاج فيه حد يخلص، ولما وديته ضربة الجزاء انت وديته عشان تحرقه. انت حرقته مع جمهور الاهلي. جمهور الاهلي كهربا ده لو عمل ايه مش هيعوض اللي حصل للماتش ده، لان الماتش ده كان في المتناول، كان الاهلي يقدر انه يكسب، كنا نقدر احنا نوصل للنهائي ونقابل ريال مدريد. ما عملناش ده عشان انت اصريت على رايك في انك ما تجيبش مهاجمين، اصريت على رايك انك ما تدعمش فرقتك وانت رايح بطوله مهمه زي الانتر كونتيننتال وداخل، وكمان معترض على بعض اللعيبه اللي عندك عايز تمشيهم. واحد زي كريم الدبيس لما يحيى عطيته الله تبدله، ما قعد كريم الدبيس بره ليه؟ ما بيلعبش ليه الراجل ده؟ الراجل ده باك شمال على فكره. بتلعب عمر كمال، بترحل عمر كمال من اليمين للشمال، يعني ده منطقي؟ انت محتاج واحد يرفع لك كور، محتاج واحد اشول، قعدت كريم الدبيس احتياطي. انت انت بنيت التشكيل صح، بس في حاجات انت عملتها ملهاش منطق، ليها اسئله مش مفهومه. انا دمي كان محروق اكتر من كده بكتير على فكره، فعشان كده يمكن اخرت التصوير شويه يعني. فانت عملت حاجات برضو ملهاش منطقيه، يعني معلش انا واحد عندي زي كريم الدبيس بيلعب باك شمال ما لعبتوش. احمد نبيل كوكا اكتر واحد كان عنصر مهم في التشكيله اللي فاتت بقاله كتير، خصوصا لما انت كنت بتلعب في الماتشات اللي فاتت، وانا ممكن اشرح حتى الماتشات اللي فاتت كان بيبقى في جاب دايما ما بين نص ملعبك وما بين الدفاع، لما انت بتعمل ضغط هجومي على اي فرقه بتقابلهم بضغط عالي. وهم للاسف الفرقتين اللي قابلوك الاهلي، بنك الاهلي وزد وكذا فرقه تانية قابلتك قرت الموضوع ده وحاولوا يلعبوا عليه، وعشان كده خرجت في ماتش البنك الاهلي متعادل. تمام، بس المدربين قدامك فهموها، وانت كمان كنت بتحاول تغطيها باحمد نبيل كوكا. تمام، ان هو يقفل لك نص الملعب ده، والراجل فعلا كان بيعمل ده. جيت في ماتش مهم انت محتاج حد يبقى واقف في نص الملعب ما لعبتوش. مع ان على فكره انا مش شايف ان اكرم توفيق كان وحش، بالعكس هو اكرم توفيق كان راجل جدا وكان لعيب جدا، بس انت جيت بدلت اكرم توفيق، نزلت عمرو السوليه، وحسيتك انك بتعمل تبديلات لمجرد التبديلات، يعني مش ما فيهاش منطقيه خالص. يعني انت مثلا ترحيلك من عمر كمال من الناحيه اليمين للناحيه الشمال عشان خاطر يعني تحطه كباك شمال. انا ممكن اعمل ده في حاله واحده لو انا ما عنديش باكات شمال على الدكه، لكن انا عندي لاعب على الدكه ما لعبتوش. على فكره انا عايز اقول حاجه، في لعيبه كتير قوي في الماتش ده لعبت كويس واتظلمت والجمهور هيظلمها. يعني انا شايف ان الشناوي عمل ماتش محترم جدا، الشناوي ما كانش في ايده حاجه تانية يقدر يعملها اكتر من اللي عملها. واحد صد اول ضربه جزاء والتانية ضاعت، بس يعني عمل اللي عليه، واول ضربتين جزاء راحوا. انت الماتش كان في ايدك، انت ضيعته. انت كمدرب ضيعته، الفرقه ما ضيعتوش، انت كمدرب باختياراتك الغلط ضيعته. تمام، على فكره عمرو السوليه ما لعبش ماتش وحش، بس انا بتكلم ان انت يعني طلعت اكرم توفيق ونزلت عمرو السوليه، ماشي مقبول. طلعت يعني عملت كذا تبديل، نزلت بيرستاو، نزلت قفشه، تبديلات منطقيه انا على فكره ما عنديش مشكله فيها. بس انا عندي مشكله في تنزيلك لكهربا. ما عندكش مهاجمين، ما جبتش ليه؟ ما اشتريتش ليه؟ ما الاهلي عرض عليك، ما اشتريتش ليه؟ ليه ما جبتش مهاجمين؟ حاجه غريبه ومبهمه. يعني انا دلوقتي خسران وانا عامل اداء كويس بصراحه. الفرقه عملت ماتش حلو، عملت ماتش حلو، الفرقه عملت ماتش كويس جدا، وانا خسران رغم ان انا عامل اداء كويس. مين عمل اداء كويس؟ رامي ربيعه عمل اداء كويس، فرقه ثلاث ارباعها عملت اداء كويس، بيرسي تاو اللي نزل بديل عمل ماتش كويس، محمد طاهر طبعا باستثناء الكره اللي ضيعها بس عمل ماتش كويس، حسين الشحات ماتش كويس، محمد مجدي قفشه ماتش كويس، امام عاشور كان بقاله فتره يعني متذبذب شويه بس عمل ماتش كويس برضه. اغلب اللعيبه عملت ماتش كويس، اغلبهم. لكن انت دلوقتي عندك مشكله، تمام، في اختياراتك. انت ما جبتش صفقات ومش عايز تجيب صفقات، والصفقات اللي انت جبتها مدافعين، تمام، وتقريبا هم جاي يعني ما لعبوش اصلا، ومش لعيب واحد بس هو اللي لعب من الصفقات اللي انت جبتها مؤخرا، وعمر الساعي ما بتلعبوش. انت جبت صفقات ما بتلعبهاش، تمام. انا عارف ان في لعيب مصاب، اشرف داري مصاب، تمام. يوسف ايمن
انت مش مقتنع بيه، ماشي. رغم ان كان في اقاويل بتقول ان انت اللي اخترته، بعد كده جم قالوا لا والله مش انت. بس عامه يعني انت ما جبتش ولا لعيب وينج، ما جبتش ولا مهاجم، رغم ان انت مخرج احمد عبد القادر، خرج من عندك مودست كمهاجم، خرج من عندك لعيبه كتير، محمد شريف خرج، لعيبه كتير خرجت وما حدش جه مكانها. الخلاصه ان انت زي ما انت عملت جيم فني محترم، زي ما انت السبب برضه في الخساره، ومحدش هيشيل الخساره غيرك. لعيبه كتير عملت ماتش محترم، وحرام ان انا اتكلم على اللعيبه بان هم ما عملوش ماتش كويس. بالعكس اللعيبه عملت ماتش رجولي لاخر دقيقه، باستثناء طبعا كام حاجه حصلت كده في الماتش. وانا مش عايز الوم كهربا عشان اكيد ممكن يكون عنده مشاكل خارج الملعب. انت كان المفروض تتعامل معاه نفسيا احسن من كده، مش تحطه في ماتش زي ده تحرقه فيه. وفي النهايه طبعا حابب اشكركم، وكان معكم مصطفى احمد من كوره تيتش. وطبعا انا بعتذر اخر مره طبعا على على الماتشات اللي ما اتقدمتش اللي فاتت، بس عشان كان عندي فعلا مشكله في التصوير، كان عندي قصدي مشكله في المعدات. وان شاء الله الماتشات اللي جايه هتنزل في مواعيدها. شكرا جدا ليكم.